اتفضلي حضرتك يا استاذه البيتزا. خد هنا يا ابني. وانت بتحط لي البيتزا كده وماشي؟ تعالى يا حبيبي افتحها لي وحطها عدل كده يا بابا. انت هنا علشان تخدمني. لا انت حضرتك فاهمه غلط، انا مش هنا عشان اخدمك، انا هنا علشان بس بصرف على بيتي وبصرف على اخواتي وعلى مدرستي. يعني عشان تخدمني. تعالى افتح دي يلا. وانا زي ما قلت لحضرتك انا مش هفتحها لك، انا مش مجبر ان انا افتحها لحضرتك، حضرتك عندك ايدين. هو انت كمان بترد عليا؟ غلط اللي انت بتعمليه ده حضرتك. استنى، هو انت مفكر ان انت هتمسك ايدي وهسيبك تمشي كده عادي من غير ما تتحاسب؟ هو انت مفكراني اسيبك تضربيني؟ دي اقل حاجة تتعمل. انت مركز انت بتقول ايه وبتكلم مين؟ وانا عموما عشان ما يتقطعش اكل عيشي انا هفتحها لك. ده غصب عنك. فتحتها لك، تحبي حد ياكلها لك بالمره ولا؟ شكرا، اتفضل. وبكده بقى انا وديته في داهيه. الفيزا بتاعتي بقت في جيبه وقطعت عيشه. لما نشوف مين يجرؤ يغلط وهدى هانم الاميره. يا رب يا رب مش اي حد ملوش لازمه يجي يزعق لي يا رب ويتنك عليا، بس اعمل ايه؟ مضطر استحمل عشان اخواتي. يا رب بقى هونها عليا. ودلوقتي بقى هبدأ الخطة اللي انا عملتها. انت يا ابني، انت يا ابني اتفضلي يا استاذه. خلص هات المكنه عشان عايز احاسب فيزا. انجز. تمام يا استاذه. اتفضلي يا استاذه، حسابك 2000 جنيه. هو انت يا ابني مش شايفني بحط رز ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه بس يا استاذه؟ الفيزا بتاعتي كانت في الشنطه بتاعتي وداخله بيها هنا. المكان الزفت دوت انا الفيزا بتاعتي اتسرقت فيه. اتسرقت فيه؟ اتسرقت فيه. اهدي بس يا استاذه، مين اللي جه عندك على الترابيزه؟ الواد اللي بينزل لي الحاجات. الواد اللي بينزل حاجات؟ قصدك على عمر؟ ده انا هوديكوا في 60 داهيه. يا استاذه اهدي بس. انت ما تعرفش انا مين؟ يا استاذه اقعدي اهدي لحد ما صاحب المكان يجي. مين صاحب المكان يعني؟ لما نستنى الزفت صاحب المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك يا عمر، الله ينور عليك زي ما انت قاعد يا ريس. قفلت الحسابات؟ كل الحسابات كله تمام؟ متقفله، كله متقفل، بس في حوار حصل وواحده فضلت تزعق وبتقول ان هي ليها كافيه ايه ده ايه ده ايه ده؟ تزعق فين؟ فين انهي دي؟ الترابيزه اللي قاعده هناك. دي استاذه هدى، دي اكبر دي صاحبه اكبر كافيه في الحدائق كلها. يا ابني انت عبيط، ايه اللي حصل معاها؟ بتقول لي ان الفيزا بتاعتها اتسرقت وعمر خدها وقصص كده مع عمر عمل كده؟ انت متاكد؟ انا ما شفتش بس. طب خلاص اقعد انت وانا هخش افهم منها. تمام ماشي. استحاله عمر يعمل كده. حقك عليا يا استاذه، انا سامع ان في حاجه حصلت معاك يا استاذه هدى، وانت عارفه حضرتك ان انت غنيه على التعريف، ده انت منورانا حتى في الكافيه هنا. اظن انت عارف كويس جدا انا مين. عارف حضرتك والله، انت استاذه هدى صاحب الكافيه ورد اللي عند الصفا والمروه، اللي في شارع الصفا والمروه، والله غني عن التعريف حضرتك. يعني انا اسيب الكافيه بتاعي واسيب كل المنطقه بتاعتنا واجي اقعد عندك عشان اتبهدل واتسرق واتمرمط واتعامل معامله ما حدش يجرؤ فيكي في المنطقه كلها يعاملهاني؟ حقك عليا، انا اسف، اللي ضاع منك هيجي دلوقتي، وان شاء الله ان شاء الله هجيب لك اللي انت يرضيك هنا وبس انا عايز افهم، عمر دوت شاب غلبان، ده هو اللي شايل البيت، وبعدين ده هو بيشتغل 10 ايام وبيروح يعني يقعد مع اهله 10 ايام في البلد، هو ازاي يستجرأ ان هو يمد ايده؟ مش ممكن حضرتك تكوني ظلماه والفيزا بتاعتك مش معاه؟ اكون ايه؟ ظلماه.
ده انت جاي بقى يا عينيا تعوم على عومه. لا يابا لو ما تعرفش انا مين ابقى اسال عني. خلاص يا استاذ هدى، انا هروح افتش عمر وان شاء الله ربنا هيظهر الحق. حاجتي تجيلي. حاضر يا استاذ. استاذ مزيكا ثانية بس واحدة. يوسف بالثانية ولا ثانيتين، أنا عندي مشكلة كبيرة قوي دلوقتي في المكان مع شخصية مهمة قاعدة عندنا، فربنا يستر بقى ويعدي اليوم ده على خير. هجيلك تاني أبقى أشوفك عايز إيه. يا رب ما يظلم الواد الغلبان ده. تعرف لما الحب يهينك وتحس ان في ناس كارهينك والدنيا بتسود في عينك، وصلتني للحال ده معاك، ليه بتباني وليه بتهني، ليه خدتني من ناس حبتني، ليه خيانتك صعبة تجنني والأصعب ان انا انساك. حلو الكلام ده يا استاذ عمر. بقى انا سايب لك المكان وماسك ارضيه بحالها ومعتمد عليك عشان خاطر انت اللي المفروض تكون شايل المكان، المفروض انت اللي تحافظ على اسمه، تقوم انت اللي توقعه. لا وكمان اجي على غفله الاقيك قاعد ما بتعملش حاجه وعمال تغني على اساس ان صوتك حلو. يعني انت صوتك مش حلو يا عمر، صوتك وحش يا حبيبي. لا انا صوتي حلو. لا الناس اسمع اللي بقول لك عليه، انت صوتك وحش بس ما علينا. انت عارف ان رقم واحد عندي هنا في المكان هي الامانه، صح؟ صح. ينفع ان انت تعمل حاجتين غلط، تعلي صوتك على الجست اللي قاعد في المكان وكمان تاخد منه حاجه مش بتاعتك، مش كده غلط ولا انا بيتهيألي؟ بس انا ما علتش صوتي على حد ولا خدت من حد حاجه، انت عارفني. يعني استاذه هدى صاحب الكافيه ورد اللي هي خربت دي هي بتتبلى عليك. عامه المتهم مجني عليه لحد ما تثبت ادانته. يلا يا عم عشان خاطر ايه افتشك. بس انا ما خدتش حاجه. هي بتقول لي ان انت واخد الفيزا، نشوف بقى انهي فيزا يا عم. الله الله الله، يعني دي بتاعت مين بقى يا عمر؟ دي بتاعت مين؟ بس انا ما سرقتش حاجه، هي اكيد حطها لي. دي اخرتها. عارف انت لما تخلي ثقتك كلها في حد انت بتحبه وبتقول بشغال بقلبه عشان خاطر شايل يعني اهله في البيت وبيصرف عليهم وفي الاخر يسرق حاجه من المكان، اهي دي بقى الندم بجد. بس انا ما سرقتش حاجه. انا عمري في حياتي ما هامن اي حد تاني بسبب اللي انت عملته معايا ده. اتفضل اطلع بقى لم شنطه هدومك عشان انا بنفسي هوديك لابوك اللي قال لي خليه يشتغل عشان هو راجل البيت اللي بيصرف علينا. اتفضل. يا نهار اسود، ربنا يستر على استاذه هدى. استاذه هدى انا اسف، كان عندك حق. انا مش عارف ازاي عمر عمل كده، بس انا فعلا مفتشه لقيت الفيزا في جيبه وجبتها لحضرتك، وعقابا ليه هو مش هياخد فلوس وانا مشيته من الشغل خلاص، وحساب الترابيزه دي كلها عندنا يا استاذه هدى. ما طبعا لازم يبقى عند هدى هانم حق. وبعدين ما تشغلش الاشكال الزباله دي عندك تاني، ابقى استنضف. عندك حق. اتفضلي الفيزا بتاعت حضرتك اهي. استنى عندك يا استاذ مزيكا، الست دي كدابة. كدابه؟ هي مين دي اللي كدابه؟ وانت مين اصلا عشان تكلمني كده؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ لحد كده وكفايه، ما ينفعش الجست هنا يعلي صوته على حد. بعد اذنك يا استاذه هدى ثانيه واحده بس اسمع رايه. كدابه ازاي يعني يا يونس؟ بص يا استاذ مزيكا، انا شايفها بعناية بتاخد الفيزا وبتحطها في جيبه. وايه اثباتك على الكلام الجميل ده؟ معايا الاثبات في الموبايل ده، بص كده يا استاذ مزيكا. ايه ده؟ بقى انت تعملي كده يا هدى؟ ربك بيظهر الحق، انت ظلمت الواد الغلبان ده.